السلام عليكم، وياكم الصياد. اليوم عندنا طريقة شلون أطلع ردان من انفصال أبو المثلث اللي فصلته بذاك الفيديو. أطلع لكم ردان كامل منه لأن هواي يطلبون مني شلون. في البداية نطبق هذا المثلث مثل ما موضح لكم بالفيديو، نطبقه عدل، يعني الحافة من فوق نطبقها وهاي حافة جوا، وبعدها أقيس كف من فوق وبهاي الطريقة، كف أفقي، وأقصه بالمقص حتى أطلع الصدر وبهاي الطريقة. بعدها أقيس شقد أريد أنا أريد شبر وكف، ومن هاي الجهة شبر وكف، شبر وكف من فوق لجوا وشبر كف بالعرض حتى أطلع وزن 85. بالبداية أنزل عدل بهاي الطريقة، بعدها أفتح للخارج حتى أسوي لي كلوشة مثل ما موضح لكم بالفيديو. طبعا جاي أفصل على كيفي حتى تفهمون ويوضح لكم بالفيديو أكثر. هذا القماش الزايد أطلعه على صفحة، بعدها أقص الطبقة مال المثلث من فوق، أقصها وبهاي الطريقة حتى أطلع الردن. وبعد ما عزلنا الردن نخليه بهذه الطريقة على صفحة، وناخذ القماش الزائد. القماش الزائد شو نسوي بيه؟ نسوي بيه تطوالة للردن، هو نص ردن، فأضيف لهذا القماش راح يصير عندي ردن كامل. بهذه الطريقة نخليه وأقص الردن أعطيه شكله. أنا ردت كلوش وزن 85 كلوش الردن، فأقصه بهالطريقة شوية مقوس، وراح أشبر لكم الردن. هذا شبر وهذا الثاني وكف، يعني 100. وانطيت مسافة للكتف حتى من خيطين خيطة راحتنا وأكو مكان للكتف. وبعدها ننزل لي جوا نقيس كف ونقص لي ذيال حتى ما يصير ذيال منا ومنا بالثوب. نقص كف وبهالطريقة وانهي. وبعد ما فصلت البدن قد أشوفكم مش قد طلع عندي الوزن. هذا شبر وهذا الشبر الثاني وهذا 3 شبار و4 أصابع، يعني يلبس 85-90 من القياس اللي قستاني. هواي منكم قالوا لي شلون نقص الدلعة مال الصدر. ناخذ قطعة واحدة اللي هي أنا اختارها صدر، والثانية ظهر، وتأكد أطبق القطعة وتأكد منها إنه هي عدلة، ماكو شي داخل يعني أو خارج، يعني متخربطة شوية. تعرفون هو قماش يتخربط حتى ما يصير عندي إشكال بالصدر. بعد ما طبقنا القماش وتأكدنا منه، بالبداية شوف مين بادي أنا بالمقص من جوا لفوق. أقيس كف النزلة مالتي كف، وأبدأ أقص قوس هيجي دائري على راحتي أقص بهاي الطريقة، قطعة واحدة بس. وهذا شكل الصدر صار عندي. شوفوا صار عندي صدر طبيعي ومرتب ويلبس قياس وزن 80 85 90، لأن كل قياس له حجم صدر معين. هذا تلبس 100 فحجم الصدر شوية يكبر، هذا تلبس 70 شوية يصغر حجم الصدر. وهنا رتبت لكم القطعة بهذه الطريقة، رتبتها طبقت الردان. هذا منها يتخيط تطوال حتى يصير ردن كامل. سووا متابعة ولايك، أدري بيكم مسوي متابعة. مع السلامة.